عرب ومسيح وكاع داك الشيء الاسلام واللي بغيتي تما العالم. ايران عندنا علاقه بها، علاقه دينيه وعلاقه بغض النظر على بعض التوتر مع السلطه ولا كذا. لبنان علاقه ما يمكنش حدودها. كيفاش انت يا براني اجنبي فوق هنا وكل خيري وكتكرفص على الناس عندي روابط دينيه عرقيه تاريخيه؟ هاد الزعامه كيفاش كتفسرها؟ علما انه ما دارتها لا اللي في مصر اكزاكتومون ما دارها لا في المغرب ولا في البحرين ولا في هذا الوحيد في المغرب اللي خارج. واش حنا زعما لهالدرجه استبيحت ارضنا استبيحت؟ السؤال هو شكون اللي مدصروا؟ شكون اللي مدصروا في المغرب؟ شكون اللي مدصروا؟ اكزاكتومون. اذا كاين شي واحد مدصر انا كنعرفو مزيان، كنعرفو بحال اللي كنعرف الخطوط ديال الكف ديال علاش ما درشو؟ كتعرف دافيد غوفرين وكتقول لك اودي راه مدصرينو في المغرب. شكون اللي مدصرو؟ الله اعلم، حنا غادي نسمعوا. ديال يدي كنتي معاه شخصيه ضعيفه جدا، شخصيه مهزوزه ومهتزه، شخصيه اللي هو تقول ليه جلس انا باش نقول كلمه اخرى. لا خلي بدون طلع هبط سيري بدون اساءه بدون لا هذه ماشي اساءه، هادشي كنت كنقول لك قواعدنا المهنه. شخصيه متوتره جدا، وكنت كنقولها لفوجو بانك انت خاصك تضبط اعصابك. راه ملي كانوا كيتلاقاو معاه الصحفيين كنت كنهضر معاهم، الصحفيين راه شاهدين دائما كنعيط لهم قبل ما ديوش عليه. راه هو هكذاك، راه عصبي وما تيعرفش وما نقول لك واحد النهار شنو قال لي. اول انترفيو غادي يدوز في المغرب داروا مع لو سيت ديال دوزام. كي تبعد ملي سالا جيت قلت له، لان انا من بين الاشياء اللي كندير هو كندربوا على كيفاش يهضر في هذا، لانه هو واخا كيهضر مزيان بالعربيه ما خاصو يحفظ الفكره، جاي ما عارف والو على المغرب. شنو قال لي في الاخر ملي سالينا؟ قال لي شاما خاصك تعرفي واحد الحاجه مزيان، هو انني انا اول مره كنتلاقى بصحفي عربي وكيسمح لي انني نهضر معاه. هو كان سفير في مصر، قال لي انا كنت مقاطع في مصر، عمري ما هضرت مع صحفي عربي. انا هضر لك انا في القناه الاسرائيليه، ولكن انا عربي. انا ولكن واش حقيقه ولا وهذا الشيء اللي بغينا حنا بغينا نستهلكوا بلا ما نتهلكوا. التطبيع هذه مساله ديال الدوله، العلاقات الثلاثيه هذه مساله ديال الدوله. بالنسبه لي هذا رايي الخاص، يقدرون بعض الاخوان يكون عندهم راي اخر. انا التطبيع ما نقدرش نخوض فيه نهائيا، ان معطيات واستراتيجيه وعلاقه بين الدول ورؤى وكذا وهذه. قال لها دافيد غوفرين في مصر ما كانش يمكن لي نهائيا على انني نجلس مع واحد الصحفي عربي ونعطي تصريحات. وحنا كنعرفوا بلا مصر كانت من اولى الدول التي طبعت مع الكيان الصهيوني، طبعت تطبيعا كاملا بالسفاره وكذا وتبادل السفراء وهذه. ولكن في مصر من حيث نظام شمولي متحكم في كل شيء، عمد على أن يتحكم أيضا في الإعلام، ويتحكم شكون اللي يجي شكون اللي ما يجيش. وبالتالي حصن الشعب، وبقى الشعب المصري رغم أن مصر عندها علاقات ثنائية ماشي ثلاثية مع الكيان الصهيوني، بقى المصري في صباغته. كتهضر له على الكيان الصهيوني كيقول لك اودي هذاك كيان امبريالي مجرم ارهابي كما قالت محكمه الجنايات الدوليه. حنا لا، حنا عندنا امبراطور اعلامي كيجي يقول لك حنا كلنا اسرائيليون. فتح المجال، حل البيبان، حتى ما تخرج محكمه الجنايات الدوليه بالحكم على نتنياهو كيخرج يضرب في الحكم ديال محكمه الجنايات الدوليه، وكيعتبروا بانه ما عرفتش بالضبط شنو قال، ما بقيتش عاقل، يعتبروا بانه خارج على القانون. دونك غادي نفهموا هنا بان داخل المغرب هناك من يفتح الباب على مصراعيه الكيان الصهيوني على الاقل من الناحيه الاعلاميه. تمشي تشوف الخطابات الملكيه الساميه كتلقى بان صاحب الجلاله ما فتئ ينبه ويصر على ان القضيه الفلسطينيه بحال القضيه الوطنيه. غير هو صاحب الجلاله الله ينصره ماشي بحال السيسي ولا بحال مبارك. حنا ماشي دوله ديكتاتوريه، حنا ماشي دوله شموليه،
حنا دولة ديمقراطية، دولة منفتحة، دولة كنسعاو على أننا نزيدو نتقدموا في المسار الديمقراطي ديالنا، تكون حرية التعبير وكذا. وأتذكر أحد المحللين تكلم عن الديمقراطية في أمريكا، وقال واحد، هذه ماشي دعوة للديكتاتورية ولا لوان دو لا، ولكن غير باش نربطو. قال بأن واحد من الأسباب ديال الهيمنة ديال اللوبيات الصهيونية على القرار السياسي في أمريكا هو الانفتاح الكلي. الله يحفظك اخويا يحيى الريفي. الانفتاح الكلي ديال امريكا والديمقراطيه ديالها اللي تعتبر من اعتى الديمقراطيات في العالم، خول على انه هذه اللوبيات الصهيونيه تاسس لواحد لا ميثود ان السياسه تولي دايره بحال البيع والشراء. السيناتور الواي فلاني عنده علاقه مع اللوبي الواي فلاني، دونون غادي دير ليه هنا، غادي نعطيك هنا، غادي توقف معايا هنا، غادي نوقف معاك هنا. دونك اي حاجه زايده على الاخر ديالها ما كتبقى انسينيفيون. تو سكي اكسيسيف اي انسينيفيون. هذه زعما على الهامش وصافي، غير باش نقولوا بان داخل المغرب رحنا غاديين مزيان في الديمقراطيه، رحنا غاديين مزيان في المساله ديال الحريات. ولكن من هو المسؤول عن الرده الحقوقيه اللي شفناها في هذه الخمس سنين بعد التاليه؟ من هو المسؤول على الاستفاده من هذه الاجواء الديمقراطيه باش انه يستهدف الشعب المغربي، المجتمع المغربي، في القيم ديالو، في القناعات ديالو، في المسلمات ديالو بصفه عامه؟ شكون هو؟ هي اللي راه تهضر عليه، هما اللي راه تهضر عليهم شا درشو. دونك كنتكلموا على واحد الكتله داخل المغرب اللي كتعمد على انها تحل البيبان الاعلام، سواء ديال الكيان الصهيوني سواء ديال الامارات، ونشرت لنا واحد المجموعه ديال القروده في مواقع التواصل الاجتماعي، بكون ان الاعلام البديل ولا هو الاعلام الرسمي. لان الراي العام في المغرب نخشى ان يصبح انه يولي يتشكل من خلال المؤثرين امثال عمر الشرقاوي ولا امثال سيزار ولا امثال كولايور المعفون ولا امثال الياس نيوز ولا امثال كذا. وإلا مشينا في هذه الطريق هذه، الوعي ديال المجتمع باح. كي غادي دير نتايا تبني دوله قويه بلا مجتمع واعي؟ ها ما يمكنلاكش. فهمتوا علاش هاد الحرقه راه ماشي غير مغنات كنديروها مع الناس ونقول لهم ودي لا الجزائري اقرب لي كذا؟ كاين تما ان تكتيك اللي حنا عايقين به، المغاربه عايقين به، المغاربه عايقين به. اخويا يوسف، انت يا انجينيور، انت خويا يوسف، اسمح لي نقولها لك، انت النموذج ديال المدرسه المغربيه الفاشله. نورمالمون باش تكون انجينيور اخويا يوسف، ياك انجينيور انت يا قلت، باش تكون انجينيور اخويا يوسف راه ماشي خصك غير تقرا وتطبق، لا، باش تكون انجينيور خص يكون عندك بعدا داك العقل ديال الانجينيور. العقل ديال الانجينيور مبني على المنطق، مبني على انه يبحث وكذا ويعرف ويحلل وكذا ويستنتج، والملاحظه والاستنتاج. وهذه انت خويا يوسف، انت ماشي انجينيور، انت يوسف مثال ديال المغربي المكلخ اللي عنده بوست ويبان بكرافطه ويشوفوه المغاربه يتخلعوا. اسمح لي اخويا يوسف نقولها لك زعما من عندي، زعما بون نسمعوا. لا ما كايناش. انا قلت لك كنعرفو بحال اللي كنعرف الخطوط ديال الكف ديالي. انا نجاوبك الاهم حيت هو بالنسبه لي ماشي مهم. هو يمثل وزاره الخارجيه وسياسه وزاره الخارجيه الاسرائيليه. انا بالنسبه لي ملي كنتقدو ما كنتقدوش، هو ما كيهمنيش.
هذا اللي كينتقد هو السياسه الخارجيه الاسرائيليه تجاه بلادي. صحيح. فأنا مي هو لا بغيت نقول لك انا كشخص هو عنده عقده سميتها عقده مصر. الاضطهاد او المقاطعه او التنخال التجاهل اللي كان عنده في مصر راه ملي جا هنا راه من بين الاسباب. بلاتي اذا مصر كانوا منخرينه بيان سور محقور. ما كيقدر يدير حتى شي حاجه في مصر. وهنا كيدير. وهنا انا نقول لك من بين الاسباب اللي خرجات على غوفرين واللي خلاته ورجعته بهذا الشكل، انا خاصك تشوفوا النهار الاول كي جا كان مستكينا، كان مسالما، كان مطيعا، كان مطواعا. اللي من بين الناس اللي خرجوا عليه هما المغاربه. هذيك ديال الدار دارك ومرحبا بك وما فهمناش. انا غادي نعطي واحد النموذج قالوا لي دار دارك، قال لي راجلي قال لي راه كنقول لك مرحبا بك الدار. اسمح لي اخويا اراز، باش تكون انجينيور خاصك تكون كوفي مستلب. فهم راسك يا يوسف، الانجينيور الفري اللي هي ابتهال ابو السعد اللي ماشي انجينيور، هذيك راها انكراك. نهار اللي حطت لهم السوارد في مايكروسوفت وقالت لهم طز فيكم في مايكروسوفت، اللي صاحبه قضيه ومغربيه مغربيه نعتوها بانها حماره. هذاك هو الانجينيور بالنسبه لكم. الانجينيور بالنسبه لكم اخويا يوسف، اخويا اراز، الانجينيور بالنسبه لكم، بالنسبه ليك بعد انت يا خويا اراز، الانجينيور هو اللي ينعس على كرشو البروباغندا الصهيونيه. هذا هو بالنسبه لكم الانجينيور. دارك ولكن ما تدخل بحدك الصالون، ما تدخلش عندي غرفه النوم. حاول هو انه يدخل غرفه النوم بعيدا عن قضيه التحرش اللي بالمناسبه هذاك التحرش صحيح وكل شيء. ومن اثره هي موظفه اسرائيليه في المكتب الاتصال الاسرائيلي وليس شامه درشول. شامه درشول انا نختلف معك اخويا يوسف، ما قلت لك حتى حاجه اخويا يوسف. انا غير عبرت على الانطباع اللي عندي عليك اخويا يوسف، فتقدر في لايف اخر تعبر على الانطباع اللي عندك عليا. وضحت الامر قبل ولكن ما تعرضت له. هي موظفه مغربيه اسرائيليه. كاين قرائن، كاين وسائل اثبات. وسائل الاثبات راه عطيتهم انا ملي داروا التحقيق راه قلت لهم شنو كاين بدليل. بيان سور شات وعارفين كلشي. راه هي هذيك باش تسحبوها شتي لجنه التحقيق اللي جات كتحقق واللي هي رغبات وطلبات وزوات. ما فتحتش شي بحث انا ما عندي حتى فكره في هذا الشيء، ما عندي حتى علاقه. ولكن انا شهدت بما يقال. شوف انا عام قبل ما يطرا هذيك القضيه انا هضرت على هذا الشيء هذا وما بغاش ندخل في التفاصيل. انا نقول لك ديفيد غوفرين على مستوى قضيه التحرش ما مظلومش ولو قطره. تحرش بموظفات اسرائيليات وبموظفات مغربيات وماشي غير هو بوحده، موظف اسرائيلي اخر. هذا ماشي موضوعنا، غير هي باش نقول واحد الحاجه. هذا السيد علاش ما تحرش في مصر؟ علاش تحرش في المغرب؟ هو السيد اصلا انا نقول لك واحد النقطه. اول لقاء تلاقيت به باش غادي نجلسوا كنخدموا انصومبل، قال لي بان القائم الاعمال الامريكي قال ليه اللي كان ديفيد جرين، هو كان سميتو ديفيد جرين، كان هو يهودي امريكي، قال ليه بان الدبلوماسيين في العالم كلهم كيحماقوا ياخذوا منصب في المغرب. قال ليه علاش؟ قال ليه لان ما كاينش مشاكل، ما كاين الجزوين، المعيشه رخيصه، كاين ناس مزيانين، كاين استقرار، كاين هدوء، كاين يعني ما كاينش هذاك الضغط اللي كيعرفوه ناس اخرين. هو يدير في هذاك قال لي and there are women، كاين نساء. انا سمع هذا غوفرين، هذا كيعاود لي شنو قال ليه هذا دافيد غوفرين كيعاود لي شنو قال ليه القائم بالاعمال الامريكي. لا قائم الاعمال ما قاليش women. سمعت اراز and there are women. اخويا اراز بغيتك والله العظيم، من هضرت على مثلا اسعد الشرعي يهضر على النساء في المغرب وكذا، والله الا بغيتك اخويا اراز تطلع وتهضر على هاد دافيد غوفرين وداك الكلب ديال الميريكان هذاك and there are women. ترجلوا شويه صاحبي، ترجل السي عمر الشرقاوي. هضرنا على هذا الموضوع مثلا، هضرنا على ردة الفعل ديال وزير العدل المحترم اللي قال دبر راسو يدبر المخو ولا يدبر راسو هكذا. قال ترجلوا واحد شويه وبينوا لنا بانكم ما خدامينش اجندات، واجيو نختلفوا ما كاين حتى شي اشكال، نختلفوا عادي جدا، ولكن نختلفوا في اطار خدمه هذا الوطن، ماشي في اطار خدمه اوطان اخرى. فهمتوني؟ قاليش النساء غوفرين انا تما عرفتو بان قلت مع راسي هاد السيد هذا ما غاديش يخرج لي طريقه في هاد البلاد هادي. ما فهمناش غوفرين، ما فهمناش، ما قراناش مزيان. هو بالنسبه ليه جا لي الارض ديالو في اسرائيل، ما يقدرش يدير شي واحد نهاريه صحفي ينتقدو. قلت ليه هاد الصحفي راه كيخربق لنا الخدمه، صحفي اسرائيلي
قال لي ما عنديش الحق نهضر معاه. وانا نهار اللي كتبت اعترضت على داكشي اللي دار العثماني، وكتبت تدوينه وقلت بان انت ما فاهمش الدوله المغربيه مزيان. الا درتي هذا الشيء على العثماني راه الملك هو اللي غادي يحمي العثماني. اسال العثماني كفري طبعا، واسال الملك قبل ان يسئل الله. ها الا درت هذا الشيء على العثماني راه جلاله الملك هو اللي غادي يحمي العثماني. بمعنى هاد القروده هادو ديال مواقع التواصل الاجتماعي راه الا بن كيران توشى راه الملك هو اللي غادي يحمي بن كيران. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ غير فهموا شويه، حاولوا تنسقوا. العثماني عافاك الشباب في النقاش جا هذا السيد اساء النساء المغربيات واساء رئيس حكومه انا المغرب. علاش كنقول انا كنكتبها هذه زعما كنخاف من حتى شي حاجه وكنقول الحق راه بلادي هذه. علاش كنقول بانه اساء الملك قبل ان يساء لكل شيء؟ ملي علمتي راسك كسفير اي حق فين هي الاتفاقيات ديالنا؟ هو على راسو سفير طبعا، الوغ هو مدير مكتب الاتصال. حنا ما عندنا السفاره مع اسرائيل عباد الله. حنا عندنا شرط. شوف السي حمداوي السي مهداوي، حنا عندنا البلاغ الديوان الملكي في نهار 10 ديسمبر 2020 اعتبره هو الدستور الذي يؤطر العلاقات المغرب بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي. تيقول لك هذا الصراع تيقول لك اعاده فتح مكتب الاتصال الاسرائيلي ياك، وتيربط لك برفع التمثيليه الدبلوماسيه بين البلدين الى مستوى السفاره بالعوده الى مفاوضات على شطح الدولتين، والقدس الشرقيه هي عاصمه الدوله. وفي الوثائق ديال دافيد كوشنر يقول لك بان المحادثات اللي كانت من اجل الاتفاق الثلاثي ناصر بوريطه كيحطها كوم كونديسيون كاتيغوريك، شي حاجه لا نقاش فيها، هو انك تحل سفاره مغربيه في تل ابيب ولا تحل سفاره اسرائيليه في الرباط ولا في شي مدينه في المغرب، الا بشرط واحد: الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 بالقدس الشرقية عاصمة لها. دابا واش خونا عمر الشرقاوي والسي الرمضاني وهاد الناس هادو كاملين بغاو يحلوا السفارة قبل الوقت؟ انا ادعوكم خليو عليكم بن كيران. بن كيران رجل دولة. بن كيران راه اختاروه المغاربة، وهذوك المغاربة اللي اختاروه راه غير تزطموا بالحملات التضليليه اللي زعما حيدوه، راه غير تزطموا بالحملات التضليليه اللي خسرت عليها احزاب سياسيه مغربيه اللي هربوا من المغرب في 2011 من شافوا المغرب غادي يكولي هربوا. واش تعرفوا واش راكم فاهمين ولا ما راكوش فاهمين؟ واحد اللي غادي يهرب من في 2011 من كان داك الحراك وكان الاخر هربوا باش يجي بن كيران من بعد يبقى يقول لهم عفا الله عما سلف، غير اجيو جيبوا دوك الفلوس اللي خرجتو واجيو الله يرحم الوالدين وليو. كاين اكراهات وكاين كذا، راه هذه دوله. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش الاخوان؟ انا عندي اقتراح لهم، حاولوا على انكم تكونسونطريو الجهود ديالكم كامله، ماشي فاش تسبوا المغاربه الذين يدافعون عن القضيه الفلسطينيه، ماشي باش تسبوا الاحزاب السياسيه اللي ضد الاجرام الصهيوني في فلسطين، ماشي باش تصنفوا المغاربه الى مطائرين واتراك واجندات قطريه وكذا ومنه وملهيه. حاولوا تكونسونطريو لي فور ديالكم، السي عمر الشرقاوي، السي الرمضاني، السي الصنايبي، كاع هاد الناس هادو، كونسونطريو الجهود ديالكم فانكم تقنعوا الكيان الصهيوني انه يعطي الفلسطينيين الحق ديالهم الكامل في اقامه دولتهم المستقله على حدود 67 بالقدس الشرقيه عاصمه لها. وديك الساعات المغرب راه معروف عبر التاريخ انه راه غادي يوفي بالعهود ديالو. ديك الساعه نطبعوا العلاقات الثنائيه، ما كان حتى شي اشكال، حلوا سفارات وكذا والدنيا هانيه. حنا علاش حنا كنقولوا هذا الشيء؟
كنقولوا هذا الشيء هذا لان راه ما يمكنش اصاحبي، راه ما يمكنش واحد الكيان مجرم لا يحترم القانون الدولي وما تقولوش اودي انت لا تحترم القانون الدولي. بل عندنا الامبراطور الاعلامي يقول لك اودي محكمه الجنايات الدوليه راه غير تخربق. سي با نورمال. بون الفلسطينيه وحمايه الموروث الاسلامي، راه كنساوى حمايه الموروث الاسلامي في القدس. كنساو حنا هذه القضيه هذه. نرجع لك انا السؤال اللي قلتي، نختصر عليك. علاش غوفرين كيدير هذا الشيء؟ نختصر عليك علاش كيدير هذا الشيء؟ لان حنا ماشي رجال. اش نقول لك، كنت نجاوب واحد الجواب صح. حيت رجعت للدري حيت بوك حنا ما بقيناش رجال. لا بالعكس، بلادي فيها رجال والعيالات في بلادي رجال. لا وفق هادشي انا دابا خاطري لا انا نقول لك هو يشوف هو مصريين. تقولي كاين هناك نساء في المغرب، يقولها لي انا مغربي. مصريين هناك نساء. لا قال لي ديال الويمن هذيك راه تصارى. انا راه كنت جالسه، راه قال انا راه جالسه، راه قالها لي انا، راه ما قالهاش لي شي حد اخر. الرجال بمعنى لا غير الويمن هو تيقولها فمو، تيقول لك انا قال لي فمو، كيقول لي انا جو سوي فيبل اونفير لي فام، قال لي فمو. وكتبانها في كتبتها نشرتها في اوت في المنصه ديال